اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن اشهر حاجه في الانف واذن وحنجره، وهي التهابات اللوز واللحميه. معاكم دكتور عبد الرحمن يونس، استاذ مساعد الانف والاذن والحنجره، كليه الطب القصر العيني، واستشاري جراحات اورام الانف والاذن والحنجره، مستشفى سرطان الاطفال 57-357. اللحميه موجوده في البلعوم الانفي، دي موجوده في اخر الانف، فلو كبرت زياده عن اللزوم ممكن تسبب انسداد للتنفس، تقفل فتحتين الانف مع بعض، ممكن تنزل افرازات تعمل مشاكل في الصدر، ممكن تساعد على تكوين افرازات خلف الطبله والتهابات متكرره في الاذن الوسطى. لو اللحميه دي كبرت مهما اديت علاج ما صغرتش تاني، بقت قافله اكتر من تلتين مجرى التنفس، او تضخمها هي مع اللوز سببت انسداد تنفسي اثناء النوم، يبقى لازم نفكر ان احنا نشيل اللحميه. وشيل اللحميه يا اما بنشيلها عادي او نشيلها بالمنظار.